السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. وتعالوا النهارده كده الفيديو بتاعنا جميل جدا. هنعمل مع بعض الفطاير التحفة الجميلة الحلوة دي. فطاير حلوة كده وهنعملها بطريقة مختلفة. وهنحط لها كده ايه معلقتين حلوين كده من الشمر. بجد هتعملي احلى فطير بعجوة جميل جدا 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 وطعمه تحفة. ويلا بينا كده يا حبيبي هنشوف المقادير مع بعض. معانا كده حلة طبق اي حاجة انت عايز تعجني فيها اعجني. نزلت كده بحبة من المية الدافيين. وهنزل كده ايه ورقتين من الفانيليا. وهنزل كده ايه ب3 معالق كبار كده من السمسم. خلاص. يبقى ايه فانيليا، سمسم. ومعانا بقى ايه معلقتين كبار كده من الشمر ده انا طحناه كده في الخلاط. خلاص. يعني ايه طحنته في الخلاط كده بمعلقتين شمر طحنتهم في الخلاط يعني. وهنزل كده ايه ربع كيلو من السكر، يعني ربع كيلو من السكر. ومعايا مج كده من السمنه. مج الشاي دوت تمليك كده سمنه وتحطيه. وسبت حبه كده عشان ايه املك بيها العجينه بعد ما اعجنها. خلاص. يبقى ايه وهنزل كده ايه بمعلقتين كبار كده من الخميره. بس حماتي قالت لي حطي نص معلقه تاني عشان الجو ايه بارد حبه كده عندنا. الجو بارد يعني الجو ساقع عندنا. وهنزل كده ايه برشه بسيطه كده من الملح. خلاص. وهبتدي بقى ايه اقلب المكونات دي كلها مع بعض كده بالشكل ده. طبعا عايزه تستغني عن الميه وتحطي لبن براحتك. انا بصراحه انا ما عنديش لبن فهعجن بالميه، وبرده هينفع بالميه او باللبن. يعني ايه الفطاير دي هتبقى حلوه يعني سواء بالميه او باللبن. يعني ايه لو انت عندك لبن يبقى حطي لبن عادي. ومعايا كده 3 كيلو من الدقيق. ماشي خلاص 3 كيلو من الدقيق على المكونات اللي احنا ايه حطيناها دي. وابتدي بقى ايه اعجني كده بالشكل ده. طبعا بصوا المكونات: ورقتين فانيليا، معلقتين 3 معالق كبار من السمسم، معايا معلقتين كبار من الشمر المطحون. ومعايا ايه ربع كيلو من السكر. ربع كيلو من السكر ده قد ايه مج ونص كده من السكر. خلاص. ومج من السمنه ومعلقتين ونص كبار كده خميره فوريه. وطبعا 3 كيلو من الدقيق. عايزه تزود تحطي 3 معالق خميره فوريه براحتك. انا حطيت معلقتين ونص كبار، يعني معلقتين ونص كده من المعالق الكبيره يعني. وابتدي بقى اعجني وانزلي بالميه بالتدريج حبه بحبه كده لغايه ما العجينه تلم معاكي وتديكي القوام الحلو اللي احنا شايفينه ده. بصوا لا هي تخينه ولا هي سايله معايا، يعني جميله. يعني ايه بصوا يعني هي طريه كده ملمسها حلو في ايدك كده. لا هي طريه قوي ولا متماسكه قوي تخينه يعني في ايدك. خلاص. ونزلت كده ايه بحبه السمنه اللي انا سبتهم كده. وهبتدي بقى ايه احطهم على العجينه واملك بيها العجينه بالشكل ده اهو بالطريقه دي. وابتدي بقى ايه ملكي العجينه. بصوا العجينه لما تملكيها كده بعد ما تعجنيها كده في المكونات اللي احنا حاطينها وتملكيها بحبه من السمنه، بتبقى العجينه جميله جدا جدا وحلوه وهشه كده وتحفه وجميله جدا وملمسها حلو قوي قوي قوي. خلاص. دي طبعا الفطاير دي بصوا الريحه بتاعتها جميله. يعني انا بعجن فيها كده والريحه بتاعتها تحفه وجميله جدا. ريحه الشمر تحفة وجميلة. حابة تحطي ينسون بس أنا مش بفضل اليانسون يعني. الشمر بيدي طعم حلو وريحة حلوة كده عامة. وكده خلاص. طبعا ايه شايفين بصوا الشمر ظهر فيه في العجينة كده والسمسم. بجد كانت الفطاير دي طعمها جميل جدا جدا. طبعا هغطيها كده واسيبها بقى ايه تختمر. وبعد ما اختمرت طبعا احنا قلنا لكم قبل كده ان احنا في عصر السرعة. بعد ما اختمرت كده بصوا الحلة مليانة ما شاء الله عليها. معايا بقى ايه حبة بلع عجوة ومعايا حبة سمن كده هدهن ايه بيها السجات معايا. طبعا وهجيب حبة سكر كده جنبي في طبق. خلاص. حبة السكر اللي انتوا شايفينهم دول في طبق كده عشان ايه احط عليها العجينة كده واحطها على الصاج. خلاص. ادهني بقى ايه الصاج كده بالسمنة. طبعا انا عامة بدهن الصاجات عندي سمنة، ما احبش ادهن الصاجات بزيت. او لو ما عندكيش سمنه يعني عندك حطي الاتنين مع بعض، حطي سمنه وزيت هينفع برضو هتبقى جميله يعني. بس انا انصح يعني ما تحطيش زيت لوحده كده على الصاج.
تعالوا بقى إيه، هاجيب حتة عجينة كده وهابرمها كده وألفها، بصوا، وهغطسها كده في السكر وأسيبها كده على الصاج زي ما انتوا شايفين الشكل الجميل ده. بصوا ابتدي بقى ايه ابرمي كده بالشكل ده، ولف العجينة ايه دايرة، وقفليها كده كويس، وحطيها كده ايه في السكر. بصوا، خلي وشها كده ايه في السكر، وحطيها كده على الصاج. طبعا السكر ده بيبقى جميل جدا جدا وحلو يعني، وهيديكي لمعة كده في الفرن. يعني بصوا السكر ده مش هيسيح عامة، السكر ده ولا هيتحرق معاكي. يعني انت لو ظبطتي الفرن عندك وهديتي النار كده وحلوة، السكر ده مش هيتحرق معاكي، يعني هيبقى جميل. اهو ابتدي بقى ايه قطعي كده العجينه بالشكل ده. بصوا اي شكل انت حابه تعمليه اعمليه، يعني بصوا يعني مش شرط الشكل اللي انا بعمله دوت، لا، يعني ممكن تعملي فطاير عاديه، حطيها برضو كده نزليها كده في السكر وحطيها عادي. بس الاشكال دي براحتك انت، يعني فنني بقى. لو انت بقى حابه في دماغك بقى شكل كده اعمليه عادي يعني براحتك، وفنني بقى. طلعي ابداعاتك بقى في العجينه بقى، وخليكي بقى ايه، طلعي بقى الحاجات اللي عندك كده وشكلي بقى في العجينة، وطلعي الاشكال الحلوة اللي انت ايه حابة تعمليها يعني. اهو كده، ابرمي كده وايه وغطسي في السكر وحطي. طبعا ايه لقيت الباقي الصاج مش هيقضي معايا، طبعا مش هسيبه فاضي، عملت صوابع كده وايه وحطيتها ايه جنب الفطاير اللي احنا ايه عملناها يعني. طبعا في شمس جنبي كده في المطبخ، الشمس داخله عندي في المطبخ كده، بعد ما اقطع العجينه احطها جنبي كده في الشمس، يعني في المطبخ يعني. تبقى جنبي كده ومفيش حاجه تيجي عليها يعني وتبقى جميله يعني تختمر معايا بسرعه، عشان طبعا الجو برد معايا، طبعا لازم نحطه في الشمس عشان ايه يطلع بسرعه. تعالوا بقى ايه نعمل الفطاير اللي ايه ببلح العجوه. طبعا حابه تعملي ببلح عجوه براحتك انتي، حابه تحشيها اي حاجه براحتك برضو يعني. بصوا الفطاير ديت عامه براحتك انتي، حابة تحطي فيها ملبن براحتك، تحطي فيها جبنة، بصوا اي حاجة انتي حابة تحشيها في الفطاير الجميلة دي براحتك انتي يعني. اهو طبعا ايه قطعي كده، وطبعا انا مش مكبرة ايه الفطيرة يعني ايه. بصوا الفطيرة مناسبة كده وحلوة، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. اهو كده افردي كده على ايدك وحطي ايه البلح وقفليها، اهم حاجة تقفلي الفطيرة كويس كده من تحت، يعني تحطي البلح كده بالشكل ده وقفلي كويس جدا، عشان طبعا البلح لما يدخل الفرن بيسخن ويسيح. طبعا لو انت مش مقفلاها كويس الفطيرة، طبعا لما تشد معاكي في الفرن هتتفتح معاكي وتلاقي البلح طلع من الفطيرة في قعرها يعني، وهيبقى شكلها ايه مش حلو معاكي يعني. اهو بالشكل ده افردي كده على ايدك، وحطي كده بلح وايه وقفلي كويس كده. اهو بالشكل ده شايفين. طبعا ايه خلصت الصاج كده، طبعا برضو مش هالشكل ده، شايفين هعمل صوابع كده وايه واحطها كده ايه في جنب الايه الصاج. وكده يا حبايبي بصوا بعد ما خلصت الكمية كده بالشكل ده، اهو طبعا انا كنت حطاهم في الشمس جنبي في المطبخ. بصوا في اللي اختمر وفي ايه اللي لسه ما اختمرش. طبعا انا هحط ايوه الصاج دوت، طبعا ده اختمر معايا، طبعا انا هحطهم في الفرن، ولو في شمس عندي كده حطهم جنب مني، او لما في الشمس حطيهم تحت الفرن كده السخونه بتاعت الفرن هتطلعوا يعني. تعالوا بقى ايه بعد ما شغلنا الفرن كده وولعناه، دخلت بقى ايه الصاجات بتاعت الفطير، وده ايه الصاجات اللي احنا ايه هحطها بعد ما ايه اطلع من الفرن. خلاص هسيبه كده، طبعا لازم تهدي عليها النار وعينك عليه عشان ما يتلهفش منك او يتحرق منك او ياخد لون على طول ويبقى لسه ايه عجين من جوه. بصوا طبعا ايه احنا لازم نداير الصاج، نخلي الابيض تحت النار والاحمر بعيد، يعني لازم تدايري ايه الصاج في الفرن. وده كده ايه بعد ما طلعت كده ايه المرة الاولانية، حطيت بقى ايه المرة التانية كده بالشكل ده. شايفين بصوا الفطير جميل جدا جدا، وكله اخد يعني واخد لون واحد، لون واحد كده. بصوا شايفين الفطير اللي بالسكر جميل جدا جدا جدا، وده ايه اللي بالبلح تحفة وطري جدا يعني ما اقولكوش عليه. يعني بصوا بصراحة تحفة وريحته جميلة وطعمه حلو قوي قوي. جربوا الفطير بالشمر بجد تحفة وجميل جدا جدا. وكده خلاص يا حبيبي بعد ما خلصت الكمية كلها، طبعا هم ايه حطيت حطتين كده في الفرن، ما اخدوش معايا وقت طبعا. بصوا الجمال، شايفين
تحفة وجميل جدًا، جدًا، جدًا. بصوا الجمال عامل إزاي. طبعًا هاتي بقى إيه حلة، طبق بلاستيك، أي حاجة عندِك. لازم طبعًا إيه الفطير دوّة مش هنسيبه كده على الرصاج، هينشف معاكِ. هاتي حلة كده وحطي إيه حتة قماشة كده في قعرها، قماشة نضيفة كده، حطيها إيه في قعر الحلة وحطي عليها الفطير. بصوا شايفين الجمال. بصوا البلح سايح كده جوه الفطيرة. الفطيرة هشة جدا وريحتها تحفة وطعمها جميل جدا. يعني بصوا انا مش مستحملة طبعا، لازم اكل معاكم. جميل جدا. يعني بصوا انا باكل معاكم وبحط كده في الحلة. حطي بقى في الحلة كده، عشان الحلة دي طبعا هيخليه طبعا محتفظ بالطراوة بتاعته، وهيبقى طري معاكي لغاية اخر واحدة هتاكليها. اهو كده بصوا الجمال بقى. شايفين فطاير تحفة وجميلة جدا جدا جدا. بصوا السكر مش محروق معايا وجميل جدا. وبصوا الفطيرة هشة كده وخفيفة جدا جدا. مش كابسة معايا، وتحفة وجميلة. وأتمنى كده تجربوا طريقتي، بجد بجد تحفة وجميلة وتغيير في نفس الوقت. يعني بصوا الشمر هيديله طعم حلو كده وتغيير في نفس الوقت. يعني جربوا الفطاير دي بالشمر، تحفة وجميلة جدا جدا جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير كده لعمل إيديا مع أم كريم. بحبكم في الله أحلى متابعين. وما تنسيش اللايك من إيدك الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.